قصص من هذا القبيل هي السبب الذي دفع بي لتوقيع أمر تنفيذي لمنع الأيديولوجيا الخاصة بالتحول الجنسي على مستوى مدارسنا. بالإضافة إلى ذلك وقعت أمرا تنفيذيا لوقف كل تمويل من دافعي الضرائب لأي مؤسسة تدخل في عملية تشويه الجنسي لشبابنا. بالإضافة إلى ذلك أود من الكونغرس أن يقر القانون بشكل يمنع ويجرم عمليات تغيير الجنس للأطفال، وأن نضع حدا للأكذوبة التي تقول إن الطفل يعلق في جسم خطأ. ورسالتنا لكل طفل في الولايات المتحدة الأمريكية: أنت مثالي كما خلقك الله بالضبط. لأننا نتخلص من الصحوة الاجتماعية المزعومة خارج مدارسنا وجيشنا ومجتمعنا. نحن لا نود هذه الصحوة الاجتماعية المزعومة، هي سيئة، هي عبارة عن مشاكل وقد انتهت، ونحن نشعر أو نحن بحال أفضل نتيجة لذلك.